زي كده الكابتن حسام حسن بيقول لك ان منتخب بوركينا فيه مش عارف 16 ولا 17 محترف اقل من المحترفين في منتخب مصر. حابين برضه نقول له تعليق بسيط كده ان كابتن حسام عندك محمد صلاح معلش يعني بكل المحترفين اللي في افريقيا دلوقتي. المباراة طبعا هتتلعب الساعة 10 وهتتذاع على قناة اون تايم سبورت. منتخب مصر بكرة عنده مباراة قوية ومباراة صعبة مع منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثالثة في تصفيات كأس العالم المؤهلة لكأس العالم 2026 في كندا وأمريكا والمكسيك. المباراة صعبة، مباراة قوية، وترتيب منتخب مصر هو الترتيب الأول برصيد 6 نقاط من مباراتين، وأول مباراة صعبة ليه في المجموعة. وعارفين الفصول الباردة اللي بيعملها المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، والاستهتار اللي بيبقى على بعض اللعيبه واحساسهم ان المجموعه سهله وهوب نلاقي نفسنا وقعنا مع فرق ضعيفه. صحيح ان احنا بنلعب اقوى فرقه في المجموعه، ولكن منتخب بوركينا منتخب قوي ومنتخب صعب ومنتخب يتعمل له الف حساب، وبيلعبوا كره حديثه وكره تعتبر اوروبيه. منتخب مصر هيغيب عنه فتوح طبعا، وكابتن حسام ده اختبار حقيقي ليه بقى بعد توليه منتخب مصر، يعتبر اول فريق صعب يقابله، وان شاء الله منتخب مصر يقدر يحقق نتيجة ايجابية ويفوز بالمباراة. منتخب مصر عندنا لعيبة كبيرة جدا طبعا نفسها تروح كاس العالم. صلاح اكيد هيحارب عشان يوصل كاس العالم للمرة الثانية ويبقى رقم وانجاز كبير ليه. طبعا عندنا امام عاشور وعندنا عمر كمال وعندنا محمد عبد المنعم والنادي الاهلي، ومنتخب داخل الماتش ده وهو النادي الاهلي بطل افريقيا دوري ابطال افريقيا، والزمالك بطل الكونفدراليه الافريقيه. والمباراه دي لو المنتخب عداها وبعد كده كسبنا غينيا نقدر نقول الف مبروك، منتخب مصر وصل لكاس العالم 2026، لان بقيت فرق المجموعه فرق سهله. وان شاء الله لو وصلنا وعدينا الست نقط دول يبقى منتخب مصر صعد ووصل لكاس العالم. بشكر كل الناس اللي بتتابعنا على القناه، وبشكر حبايبي واخواتي الزملكاويه والاهلاويه اللي بيدعمونا باللايكات والكومنتات وبالشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشتركين. زي كده الكابتن حسام حسن بيقول لك ان منتخب بوركينا فيه مش عارف 16 ولا 17 محترف اقل من المحترفين في منتخب مصر. حابين برضه نقول له تعليق بسيط كده ان كابتن حسام عندك محمد صلاح معلش يعني بكل المحترفين اللي في افريقيا دلوقتي. المباراة طبعا هتتلعب الساعة 10 وهتتذاع على قناة اون تايم سبورت. منتخب مصر بكرة عنده مباراة قوية ومباراة صعبة مع منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثالثة في تصفيات كأس العالم المؤهلة لكأس العالم 2026 في كندا وأمريكا والمكسيك. المباراة صعبة، مباراة قوية، وترتيب منتخب مصر هو الترتيب الأول برصيد 6 نقاط من مباراتين، وأول مباراة صعبة ليه في المجموعة. وعارفين الفصول الباردة اللي بيعملها المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، والاستهتار اللي بيبقى على بعض اللعيبه واحساسهم ان المجموعه سهله وهوب نلاقي نفسنا وقعنا مع فرق ضعيفه. صحيح ان احنا بنلعب اقوى فرقه في المجموعه، ولكن منتخب بوركينا منتخب قوي ومنتخب صعب ومنتخب يتعمل له الف حساب، وبيلعبوا كره حديثه وكره تعتبر اوروبيه. منتخب مصر هيغيب عنه فتوح طبعا، وكابتن حسام ده اختبار حقيقي ليه بقى بعد توليه منتخب مصر، يعتبر اول فريق صعب يقابله، وان شاء الله منتخب مصر يقدر يحقق نتيجة ايجابية ويفوز بالمباراة. منتخب مصر عندنا لعيبة كبيرة جدا طبعا نفسها تروح كاس العالم. صلاح اكيد هيحارب عشان يوصل كاس العالم للمرة الثانية ويبقى رقم وانجاز كبير ليه. طبعا عندنا امام عاشور وعندنا عمر كمال وعندنا محمد عبد المنعم والنادي الاهلي، ومنتخب داخل الماتش ده وهو النادي الاهلي بطل افريقيا دوري ابطال افريقيا، والزمالك بطل الكونفدراليه الافريقيه. والمباراة دي لو المنتخب عداها وبعد كده كسبنا غينيا نقدر نقول الف مبروك، منتخب مصر وصل لكاس العالم 2026، لان بقيت فرق المجموعة فرق سهلة. وان شاء الله لو وصلنا وعدينا الست نقط دول يبقى منتخب مصر صعد ووصل لكاس العالم. بشكر كل الناس اللي بتتابعنا على القناة، وبشكر حبايبي واخواتي الزملكاوية والاهلاوية اللي بيدعمونا باللايكات والكومنتات وبالشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشتركين.